ماني 1 يورو، اتس 1 يورو. قوارب صغيره بيحطوها بقلب البركه. شبهته لهيك دبابه او شيء. الخير صرنا في امريكا بقلب الحديقه. قارة حديدية معلقة تسحب العالم كله لإثبات حركة الأرض. علم الانسان ما لا يعلم. اكيد هون الاخ عم بيعزف على روح العظماء من السمكات. شوي هاد جاي وميت في مطعم بيقدم لحم البط كثير طيب. اكتشفنا هون في حفلات عم بيعملوها. صباح الخير يا جماعة الخير، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. وهي اليوم الثالث في باريس في منطقة اسمها قبل المتابعة تكرموا علينا بلايك واشتراك. لوكسمبورغ، مو الدولة، منطقة هي ضمن باريس اسمها لوكسمبورغ. نروح على مكان كتير حلو، مقبرة اسمها مقبرة العظماء. هو عبارة عن طبعا مبنى كتير حلو قديم كتير واسم المكان مقبرة العظماء. بدنا ندخل بس من قلب حديقة كمان، حديقة هيك قريبة من هي مقبرة العظماء. أنا حاسس حالي هيك تربطت شوي، عم تطلع معي هي الحجة إنه مشان نفتل مع بعض. يلا المشكلة عم نتسلى. money 1 يورو، it's 1 يورو maybe but it's old. حدائق لوكسمبورغ وفيها مناظر حلوة، حديقة والله حلوة ومحترمة. في هنيك بحيرة مي، يلا بنروح لجنبها. الحلو هون في الموضوع انه بكل مدينة في لها قصر فيها خاص، يعني هذا القصر اسمه قصر لوكسمبورغ. موجود داخل الحديقة ويعود تاريخ بناؤه العام 1620 وبني من أجل والدة الملك لويس الثالث عشر، وهو مقر رسمي لمجلس الشيوخ الفرنسي، واليوم مشهور بأنه مركز القرارات السياسية. طبعا الحدائق لوكسمبورغ وصنفت من قبل الزوار كواحدة من أجمل الحدائق العامة في العالم. مشهور كمان بنافورة ميتشي الرومانسية والمتحف وخلية النحل ومدرسة البستنة التاريخية وأشياء تانية لا تعد ولا تحصى. يعني بيستخدموه طبعا للسياح وكل شيء. ودخولي له تيكت، شيكنا تقريبا عليه دخوليته حوالي 18 يورو، بس ما اظن انا يعني ادخل. بس القصر حلو. هون هي مدينة اسمها لوكسمبورغ، فيها هون حدائق، في هنيك يلا شجر نروح عليه، شجر عالي وصاير على موديل. بنروح نقرب عليه. مثل اي بحيرة بتشوفوها هون يا جماعة الخير، دائما بيحطوا فيها سمك. هون في ناس بيبيع واحد قوارب صغيرة بيحطوها بقلب البركة. بدي أطعمين شوية. ما بعرف إذا مسموح نطعم السمك من الأكل اللي عنا ولا ممنوع. نجرب هيك شوفة بسكويتة. بدنا نطعم السمكات شوية بسكوت مشان يتغذوا. very small fish، السمك الصغير. هي الحدائق لوكسمبورغ المعلقة، لا مو معلقة، شجر كبير على شكل موديل هيك، ما بعرف شلون صاير، يعني مربع ومربع صغير وهيك. شبهته لهيك دبابة أو شيء، بس موديل حلو. أبو شيء الموديل مقبول. من مقابيل هي قصر في هي الحديقة اللي هون، بس يعني فيري نايس الحديقة. منظر الشجر هيك من بعيد. والله كل ما قربنا ما بيكون المنظر يعني هل كتير حلو، بس يعني بيكون مقبول شوي. اللعبة تشبه لعبة البلياردو، لازم يضربوا الطابات. بيشرفوا هيك الطابة وبنطحون في بعض. يعني أنا شبهتها للبلياردو الصراحة، بس بيوقف عند الدائرة هاي، وهذا الحجي وبشرفها هيك هلأ.
لازم ينطح الطابق. حلو شيء. ما فهمت بالضبط شو هاللعبة، بس أعتقد لها اسم معين. يا جماعة الخير صرنا في أمريكا بقلب الحديقة. يقال إحدى النسخ الأصلية والأولى لتمثال الحرية الذي أهدته فرنسا لأمريكا لاحقا تمثال صغير لكنه يحمل تاريخ كبير. انشأوه بأغسطس عام 1900. واحد يا جماعة الخير نحته بالعام 1900 وتبرع فيه لحدائق لوكسمبورغ وحطوه هون. رجعوا بال 2012 شالوه ورجعوا حطوا واحد قال بداله، بس نفسه يعني نفس الشكل نفس الموديل، مشان الحفاظ على البرونزية تبعيته. الله أعلم. تمثال الحرية خلاص ما في داعي يروح على أمريكا، صرنا في أمريكا عن تمثال الحرية. خلصنا من الحديقة وبدي أطلع على غير مكان ضمن لوكسمبورغ على هذا القصر اللي نروح عليه، من على أساس شو اسمه قصر أو مقبرة العظماء. مقبرة العظماء نروح عليها ونشوف وين إجرينا بتاخدنا ونروح نشوف. هذا هو مقبرة العظماء يا جماعة الخير، نروح عليه من هون، قريب كتير من حديقة لوكسمبورغ. مقبرة العظماء. الدنيا النار هون، نار. في شوية هوا، بس الهوا كتير ضعيف مع هوا سخن. يس. في قلب باريس موجود المبنى البانسيوم العظيم، تم بناؤه بال 1758 بأمر من الملك ال15 ليكون كنيسة ضخمة، واكتمل عام 1790 بس مع الثورة الفرنسية تحول بالكامل إلى صرح وطني يضم رفات أساطير تاريخية مثل فيكتور هوغو وفولترين وماري كوري. بس الشيء الغريب والحلو هون الكرة الحديدية المعلقة. في عام 1851 علق العالم ليون فوكو كرة ضخمة من أعلى القبة بسلك طوله 67 متر لإثبات للعالم دوران الأرض حول محورها بالعين المجردة لأول مرة بالتاريخ. وبهالطريقة أثبت العالم ليون كيف ممكن كرة حديدية معلقة تسحب العالم كله لإثبات حركة الأرض. والسر بسيط كتير، بيعتمد على قانون الفيزياء اسمه القصور الذاتي. البندول لما يبلش يتحرك بيضل يتحرك بمسار مستقيم وثابت تماما وما بيغير اتجاهه أبدا. الغريب والمدهش إنك لما بتراقبه على مدار الساعات بتلاحظ إنه النقاط اللي على الأرض عم تتغير وتتحرك تحته. وهون فكرة ذكية، البندول ما غير اتجاهه أبدا، الأرض هي اللي عم بتدور تحته ومن تحت المبنى كله. وبهي الطريقة البسيطة أثبت فوكو للعالم حركة دوران الأرض أمام عيونهم. والله يا جماعة الخير عالي، علاوة السقف بس عند البوابة هون ارتفاع رهيب. مين العظيم اللي جوا مدفون ما بعرف. في هون باب، هلا بندخل بنسأل نشوف إذا مش غالي كتير التيكت بركي بندخل. أسعار شوي مبالغ فيها، 16 يورو الدخلة لجوا ما أعتقد. خلاص خلينا هون نتفرج عليه هيك من برا. علم الإنسان ما لا يعلم. يعني هذا من زمان هيك واقف، من زمان كتير، وهذا كتير يعني مرتفع ما شاء الله. يعني هون مدفون فيه العظماء الفرنسيين من زمان. ايه من حقهم يندفنوا بهيك مكان، قدموا كتير لبلادهم هيك بنظرهم. يعني حتى هنيك في مقابل المقبرة في شي قسم تاني اعتقد تابع له، ممكن يكون المغسل او شيء. يعني كمان هون في اسامي على الحيطان. اكيد هون الاخ عم بعزف على روح العظماء اللي اندفنوا هون، يعني ممكن هذا عظيم من العظماء اكيد مدفون هون. كورونيل 1706 1784. يعني هذا جاي وميت قبل ما ينبنى هذا الصرح المعماري. القسم الخلفي كمان هيك مبين من هون، مو شيء ضخم شوي. وعلى جنبه رأسا في كنيسة تانية. هاي تبعت هاي المقبرة، مقبرة العظماء.
بيضة، بس من هون من الخلف صايرة سودا، مو مهتمين فيها. يكون هذا المكان بالضبط من الروح هيك. هذا مكان القسم الخلفي من هالمبنى الضخم. ساحات لوكسمبورغ. كنيسة قديمة، أعتقد هي زقاقات القديمة لفرنسا، باريس. من جانب هذا قصر العظماء، مقبرة العظماء. خلصت الاستراحة، نروح نكمل اتجاه الطريق بعد استراحتنا البسيطة. الزقاقات. هون ما في شمس، مبين هيك من هون. بعد تفكير معمق يا جماعة الخير، قررنا انه نروح ناكل لقمة ونغامر ناكلنا شي أكلة طيبة. هون قال في مطعم بيقدم لحم بط كتير طيب، لنشوف وين صاير هذا المحل. يمكن هذا هو المحل، رح ندخل عليه، أكيد ما في غيره ورح نجربه. خلص ناكل هيك أكلة أخيرة هون في باريس تكون طيبة فرنسية، هو لحم بط بس مبينته شهي. هذا هو اللحم، لحم البط. أخذت جنبه عصير، وهذا هو لحم البط. الصراحة أنا شاكك فيه ما يكون لحم بط، يكون لحم عادي فروج، بس ما بعرف، بدنا نجرب لحتى نشوف. لحم البط الفرنسي، حسب ما فهمنا إنه هذا بط فرنسي. شو هيك بيجي من قلبهم يذبحوا البطة، بس طيبة. نايس. ما حكينا لكم على السعر، يعني حوالي 11 يورو بس من عدا العصير، يعني بس لحم البط 11 يورو، يعني تعتبر غالية شوي مقارنة يعني بأكلة بغير أكلة شبعك. أنا هي ما شبعتني. بتعرفوا بدي أطالع الحلب اللي جواتي، فأنا ما عبت معي، قلت له بدي خبز وصرت آكل غمس. قلت هيك أطيب وأشبع للمعدة. يعني الحلبي بنص باريس لازم ياكل غمس بإيده، هيك أطيب. واي نوت. أكلنا، خلصنا وطلعنا. صراحة ما عبى كتير معي الأكل، أكل طيب بس ما شبعت. يعني على تسعيرته غالي شوي، أنا ما شبعت كتير. بس كلحم بط يعني أوكي طيب، أكلنا اللي فيه النصيب اللي قدرنا عليه. طبعا هي ما هي محسوبة أبدا من تكاليف سفرتي، هي قلت برانية، قلت خليني هيك أكل لي لقمة طيبة. رايحين في عنا نروح على رحلة ببوت سفينة أو قارب بنهر السين. بدنا نطلع يعني جولة بالنهر، حاجزينها من يومين. هي كمان تكلفتها حوالي 15 يورو، بس هي يعني مهمة للتصوير، حلوة. ما جيت أنا مشان ما أصور شي، قلت أنا بدي أجي أصور شي يكون حلو، فقلت ما لي غير أطلع بنهر السين، مشهور وكتير في ناس بتطلع. كلايات مو كتير غاليات، قروصون 1 يورو، يعني ما يعادل على العملة النرويجية 12 كرون. هدول هيك شغلات خفيفة. هاي 2 يورو 80 يمكن الوحدة. شوية أغراض في هذا السوبر ماركت، صغيره وحلو ورخيص، والله رخيص كتير منيح. هذا هو محله. بطريق جماعة مجنونين شوي. عروس هربانة، شلون هيك عم يدعسوا بالعكس؟ ما فهمت.
في فعالية خاصة بمناسبة عيد الوطني. أنا ما راح أكون موجود بعيد الوطني الفرنسي، بس قبل نهار لسه بكون موجود وهو بكرة. في فعالية راح يعملوها، راح أحضرها. هي بالليل بس ممكن أضيفها بالمقاطع. فشكلت بسيارة حلوة. طريقنا للمشوار الحلو كمان هو دورة أو فتلة بالقارب تبع نهر السين، برج ايفل. ليكو صار من هين حلو. يونيد ورجعاني لمشوارنا. هيك صرنا بشارع نيويورك. عادي بتلاقي فيها مشكل ملون فرنسا، مو ضروري يعني بس فرنسا ولا ايفل. وين صار ايفل؟ عليكم ايفل هون. مو ضروري. من هون نطلع صوب العبارة او الباخرة هي اللي بتعمل جولات بنهر السين. فنستنى شوي لانه في شوية زحمة وفي شمس، لانه في كل نص ساعة في عبارة، كل نص ساعة في عبارة. قطعنا التيكت وبدنا ندخل العبارة، نطلع منها من هون تنشوف ان شاء الله. بهالقارب البسيط الخفيف اللطيف ومشينا مع هالجمعة الناس. إذا بتلاحظوا كمية الخلق مو طبيعية الصراحة. Very big. Notre-Dame de Paris fut construite en 1863 par le génie architecte Villard de Henry San Luis. أعتقد هي قديسة أو شيء، بس ما يبين من هون عليك. 6-7 أو 6-7 هي تحية من السياح للقوارب الثانية أو يلي على اليابسة. Ma dal 1949 i nostri Batoumuche perpetuano l'uso della cosiddetta strada che cammina, combinando tradizione e modernità. Seguendo la valle di Normandia, il mare dista solo 350 km. اكتشفنا هون في حفلات عم بيعملوها على طرف نهر السين، رقصة
شكلها هي فرنسية مكسيكية خليط. والله القارب هيك يا جماعة الخير عم يدور فينا، هيك عم يدور فينا القارب. الرحلة بتطول ساعة ونص، كلفتنا حوالي 14 دولار. نعم يس، كلفتنا 14 دولار، ساعة ونص بس حلوة مشوقة. عدينا من هون طالع هيك فيو لونه حلو، لونه أحمر من جانب برج ايفل، طالع يعني شكله حلو نايس من هالنايسات. شوفوا لنا هيك يا جماعة الخير.